في دراسة اتعملت بتقول ان الاشخاص اللي بيكتبوا اهدافهم على ورق هم اكتر اشخاص عندهم قدرة على تحقيق اهدافهم. وبالرغم من كده في كتير مننا بيكتب اهدافه ولكن مش بيحقق اي حاجة منها. لو عايزة تعرفي ازاي تحطي هدف ذكي قابل للتحقيق في 2025 تابعي معايا الفيديو للاخر. بس قبل ما نكمل الفيديو حابة اعرفك بنفسي، انا منى ودي قناتي تعالي نشرب شاي. لو الفيديو عجبك ياريت تعملي لايك وتشتركي في القناة علشان اي حاجة بنزلها توصلك. هاتي بقى ورقة وقلم وتعالي معايا. في الفيديو اللي فات عملنا تقييم لعام 2024 من خلال عجلة الحياة المتوازنة، وبعد كده هو ظهرت لنا ان في اهداف احنا حققناها وخلصناها، ودي بنكتبها في صفحة الانجازات. وده مهم جدا يا جماعة، لازم نكتبها في صفحة الانجازات علشان تدينا طاقة ايجابية. وفي اهداف اشتغلنا عليها وما حققناش لاخرها، وفي اهداف ما اشتغلناش عليها خالص. طب ازاي احط هدف ذكي؟ الهدف الذكي بيكون ليه معايير محددة. اول حاجة ان يكون محدد، تاني حاجة يكون قابل للقياس، وتالت حاجة يكون واقعي، ورابع حاجة يكون ذو صلة او مرتبط بيا، وخامس حاجة ودي اخر حاجة يكون مرتبط بوقت. وهنبتدي نمسك معيار ونتكلم عنه بالتفصيل. يعني ايه هدف محدد؟ يعني يكون واضح. يعني لما اجي اقول انا عايزه مثلا اخس، لازم اقول انا عايزه اخس قد ايه. يعني ما اقولهاش كده في العموم، لازم اخصص احدد الهدف يكون بالنسبه لي واضح. لو انا عايزه اقول انا عايزه اقرا، ما اقولش انا عايزه اقرا بطريقه عشوائيه، اقول عايزه اقرا كتاب الفلاني مثلا او كتابين. يبقى انا بحدد انا عايزه اعمل ايه. يكون قابل للقياس، يعني ايه؟ يعني اقدر اقيسه. يعني انا مثلا لو انا حاطه هدف خساره للوزن، فانا محتاجه مثلا اخس 5 كيلو، فاقدر ان انا اروح الصيدليه واوزن واشوف اذا كنت انا فعلا خسيت ولا لا. فلازم يكون بقدر اقيسه، بقدر اقيس النجاح فيه اذا كنت عملته ولا لا. يكون واقعي. واقعي يعني ايه؟ يعني ما اجيش اقول مثلا انا عايزه اخس 10 كيلو في شهر، ده كده هدف مش واقعي، غير قابل للتحقيق. ما اجيش اقول مثلا عايزه اقرا 3 كتب في شهر، كده مش واقعي. يبقى انا لما احط هدف لازم يكون هدف واقعي ملائم جدا للظروف بتاعتي واقدر ان انا احققه. ذو صله يعني ايه؟ يعني لازم الهدف اللي انا احطه يكون مرتبط بيا، مرتبط بحياتي، مرتبط بظروفي. يعني لو انا بدرس يكون الهدف بيخدم دراستي، لو انا بشتغل يكون الهدف بيخدم شغلي، لو انا يكون الهدف بيخدم مثلا البيت والاولاد وهكذا. يبقى لازم الهدف اللي انا احطه يكون له علاقه بيا، ما احطش هدف وخلاص ان انا اقلد حد تاني والهدف ده ما يكونش مناسب ليا او لحياتي او لظروفي في التوقيت ده. مرتبط بوقت، يعني يكون لي بدايه ونهايه. هقول مثلا انا عايزه اخس 2 كيلو في الشهر، انا عايزه اخس 10 كيلو على مدار السنه، انا عايزه اخلص كتاب في خلال شهر، انا مثلا هقرا 6 كتب في خلال سنه وهكذا. يبقى انا بحدد الهدف ويكون لي وقت، يكون لي بدايه ويكون لي نهايه. ومن اهم المعايير كمان عشان احقق هدفي هي الصحبه الطيبه. الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام قال ان المرء على دين خليله، فلينظر احدكم من يخالط. صدقيني الصحبه يا اما هتطلعك لفوق يا اما هتنزلك لتحت. فما تقوليش لا انا هقدر اسيطر على نفسي وانا اقدر مش هتاثر، لا هتتاثري، صدقيني هتتاثري. لازم تبصي ايه الناس اللي حواليكي، ايه الناس اللي انت بيأثروا عليكي، ايه الناس اللي انت بتبقي قاعده اغلبيه الوقت معاهم. لو المحيطين بيكي اشخاص ايجابيين بيشجعوكي بيحفزوكي على تحقيق اهدافك فهم دول ناس ايجابيين في حياتك. لكن لو الناس اللي حواليكي عكس كده فدول ناس سلبيين وبالتالي هيوقعوكي لتحت. الاشخاص السامه اللي في حياتك او السلبيين في حياتك لازم تحطي معاهم حدود. لو مش هتقدري تقطعي معاهم، يعني لو من العيله مثلا فنخلي في بيننا وبينهم حدود. ولو ناس يعني عادي انك تقطعي علاقتك بيهم، مثلا صحاب او ايا يكن، يا ريت نقطع علاقتنا بيهم. اي شخص سام في حياتك او اي شخص سلبي بيحسسك دايما بالفشل، بيحسسك دايما ان انت مش هتحققي اهدافك، ده تقطعي علاقتك بيه نهائي. ولو ما قدرتيش تقطعي علاقتك بيه حاولي يعني تخلي في حدود بينك وبينه وما تسمعلهوش كتير. تمام؟ ما تسمحيش لاي حد ان هو يحبطك او يحسسك انك فاشله، انت مش فاشله. واي حد بيحاول يزرع الحته دي فيكي فهو عارف ان انت انسانه ناجحه جدا، وان انت لو اكتشفتي نقاط القوه اللي عندك هتوصلي لحته كويسه جدا هو مش عايزك توصلي لها. تمام؟ ولازم كمان تعرفي انت بتتابعي مين على السوشيال ميديا، لان السوشيال ميديا دلوقتي بقت بتاثر علينا بشكل كبير جدا بطريقه غير مباشره. فلو اللي انت بتسمعي لهم طول الوقت بيحفزوكي، بيدوكي دفعه لقدام، بيدوكي طاقه ايجابيه، هتوصلي لاهدافك. لو اللي انت بتتابعيه بيضيع وقتك على تفاهات، بيأثر عليكي بطريقه سلبيه، فبالتالي برضك ده هيأثر عليكي وهيأثر على اهدافك. اوعي تنسي انك انت تحطي هدف يكون مناسب ليكي ولظروفك. كل واحد فينا مختلف عن التاني، اللي يناسبني ما يناسبكيش. ما تقلديش حد، شوفي انت محتاجه ايه في التوقيت ده ومحتاجه تشتغلي على ايه في التوقيت ده. ركزي على اهدافك كلها، انت قدها وقويه وناجحه وان شاء الله هتقدري تحققي اهدافك. واوعي تنسي ادومها وان قل. وبس كده، يا رب يكون الفيديو فاتكم وعجبكم. لو الفيديو
عجبك ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناة. باي.